الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى اقول لك ازاي تعمل شرط بالشكل دوت كده. لو جيت هنا غيرت كده مثلا يظهر لك بالشكل دوت، او تختار الاشكال دي. ازاي تقدر تعمل كده في الاكسل؟ تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة، انا لو عندي الادارات وعدد الموظفين وعايز اعمل شرط بالشكل دوت، او عايز اعمل شرط بالشكل اللي احنا شفناه، اول حاجة اخش على قائمة ديفيلوبر. طيب لو انا ما عنديش قائمه ديفلوبر، احنا قلنا ان احنا هندوس اي كليك يمين على اي حته فاضيه وادخل على كاستمايز ذا ريبون. ابص هنا على قائمه التاب بتاع ديفلوبر متعلم عليها علامه صح، وادوس اوكي. انا كده كده عشان معلم عليها فخلاص موجوده عندي. وادخل على قائمه ديفلوبر واختار اد انس، واختار فايند مور اد انس اضافه جديده. هكتب هنا people اعمل انتر. قال لي people جراف، هدوس اد كونتينيو. طلع لي الشكل دوت. هدخل هنا كده على القائمة دي واكتب هنا العنوان بتاعي. لو انا هكتب هنا مثلا عدد الموظفين في كل إدارة، وادخل على select your data. لو هحدد الداتا بتاعتي بقى هروح واخد الداتا دي واقول create، هيطلع لي بالشكل دوت. لو جيت هنا دخلت على السيتنج دي هيطلع لي بقى ايه، في اشكال جديد كاشكال زي دي كده. لو دوست كده يطلع لي بالشكل ده، لو دوست كده يطلع لي بالشكل دوت. احنا هنختار الشكل ده كده مثلا. السين دي لو عايز تغير الوان برضو كده بالشكل ده، تخليها كده وهكذا. هنا اشكال تانية برضو ما عايز تبص عليها كده، تغير كام جهاز عندك، كام جهاز في كل مثلا ادارة عندك بالشكل ده، يعني تقدر تستخدمها بالشكل ده. بس كده خلاص. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنساش تعمل فولو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.